الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل بورتافيه مع بعض مدور. احنا هنعمله زي نظام بورتافيه للسهرة كده او سواريه. هستخدم معاه لولي، حبات لولي كبيرة وصغيرة، مقاسات يعني زي ما انتوا عايزين. في مقاس 14، في مقاس 10، كذا مقاس يعني. تمام. عندي المقاس ده، وعندي المقاس ده، وفي مقاس وسط اللي هو مقاس 10. ده مقاس 10 او 14، وده مقاس 6، وفي مقاس 10. هستخدم يعني كل اللي عندي. ده لولي سي سي بي نضيف عشان يستحمل يعني مثلا استخدامه كده. اول حاجه هعملها، احنا عارفين ان احنا لما بنبدا ان احنا نعمل بورتافيه، اول حاجه بعمل دايره. ببدأ ان انا اعمل دايرة كده. تمام. واسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بمشي بره، بعمل الدايرة الخارجية الاول، يعني اثبت الفتلة الخارجية الاول، وبعد كده ارجع في النص اثبت اهو كده. ثبت من بره كده، وبعدين ارجع للنص كده. وهفضل اشتغل دايرة لغاية ما اوصل لطول 30 او 32 سنتي. وهفضل اشتغل زي ما قلت لكم لغايه ما اوصل لطول يعني براحتكم. الطول عايزين تعملوه طول 30 ماشي، 32 ماشي، يعني طول 32 بيبقى طول كويس ومناسب. هفضل ارتفع انا في الغالب هعمله من غير يد. تمام، عشان برضو يبقى عندكم فكره انا هعمل ايه. انا في الغالب هعمله من غير يد لان انا محتاجه يكون سواريه. طوله مناسب ليا. بالنسبه لكم زي ما قلت لكم هو كده 32 ونص، 33. بالنسبه للبورتافيه العادي او لو عايزين تعملوه بيد هترتفعوا. يعني انا برتفع دايما اليد كده ايه، ما بعملش مقاس، يعني بالنظر كده برفع كده مسافه كده، وباجي جايه عند السطر الاخير ده واخيط، واجي جايه في النص قصاده هنا واجي مخيطه. ده كده بالنسبه لليد. انا مش عايزاه بيد، يعني انا عايزاه كده ساده اكتر. فانا هعمل ايه، هاجي قصه الخيط الزياده ده. خلاص انا كده مش محتاجه. هفرغ الفتله الاخيره دي كده، وهثبت الخيط، وهو كده بالنسبه لي هيبقى جاهز ان انا اشتغل عليه. انا هحط عليه لولي. رجعت كذا مره كده بالفرماتوره. تمام. بصوا بقى، المكنه مش هحتاجها دلوقتي، هحتاجها لما اجي اقفل البطانه ولما اجي اقفل السوسته. انا مش هقفل لا بطانه ولا سوسته دلوقتي. انا هعمل ايه، هجيب اللولي بتاعي زي ما قلت لكم، اهو حبات لولي كده كبيره وصغيره ومقاس 10 ومقاس 6 واي مقاس موجود عندي. تمام. وهبدا ان انا بابره الخيط، بخيط اوف وايت. انا مش هلزق بشمع، انا هخيط بخيط خياطه. هلضم الابره بتاعتي تمام كده.
يعني انا لسه هركب بطانه ستان. تمام. و وهركب سوسته برضو كويسه. تمام. ما عملتلوش اي حاجه، هو دايره اهو. ماشي. هجيب اللولي وهقلب من تحت كده، يعني هو ده الوش، هقلب من هنا وبعدين ابدا ان انا احط كده عشوائي، وامسك الابره بتاعتي عشوائي كده في اللولي واخيط، ثبت كده عشوائي كده واحده واحده لغايه ما املى الكلاتش ده بتاعي. بس هحاول ان انا اسيب اخر سطر او سطرين، يعني هسيب السطرين دول مش هاجي جنبهم عشان اقدر اخيط البطانه، طرف البطانه، واخيط طرف السوسته. يعني هحط اللولي في جميع انحاء الكلاتش ما عدا السطرين الاخرانيين دول عشان البطانه والايه واللولي بتاعي مش عايزه المقص. وبعدين هجيب بقى مقاسات وبالابره وهنطور كده الايه اللولي بتاعي. تمام كده يعني كده مش هحدد حاجه، هعملها كده بالنظر كده. تمام. واحاول برضو ايه ادخل مرتين 3 كده عشان اثبت اللولي بتاعي كويس، عشان انا لو خيطت اللولي وحطيت البطانه مش هعرف ارجع هنا تاني. اهو مرتين كده بس وخلاص. وهنطور كده الايه حبات اللولي بتاعتي في الكلاتش كله. هخلص كده وبعدين ارجع معاكم نشوف شكله ونركب السوسته والبطانه. بصوا كده ده شكله اهو بعد ما ضفت ليه اللولي، حبات لولي سي بي عشان ما يقشرش ويستحمل الاستخدام. طبعا يعني براحتكم، انا حطيت عشوائي كده، تزودوا اكتر من كده تقللوا براحتكم. سبت بس اخر سطرين كده عشان اثبت عليهم السوسته واقدر اثبت البطانه كويس عشان تمشي تحت المكنه خياطه. وبعد كده بعد ما اثبت دول اللي عايزه اضيف تاني ابقى اضيف بقى على الطرف كده لو عايزه املاه كله حبات لولي. انا جبت هنا بطانه ستان قطع كده على قد الدايره بتاعتي، وعملت كمان ليها جيب كده قطعه برضو مستطيله. ماشي. هخيطها قبل ما اخيط البطانه في الكلاتش بتاعي. هاجي كده على اي جزء كده، انا عملت زي مستطيل كده خيطت الاطراف بتاعته، وهثبت كده 3 جوانب. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوه مش عايزين تعملوه براحتكم. حبيت اغير كده المره دي واعمل جيب صغير كده. وبعدين بجيب الكلاتش اقلبه كده. ده طبعا الخياطه عشان خيطت زي ما قلت لكم عشوائي. احط كده وهبدا اثبت الاطراف دي واحده واحده، والزياده بقى هقصها في الاخر. ركبته اهو. تمام. وهبدا ان انا اركب السوسته وهحاول اخلي الجيب في النص بالظبط اهو. عايزه اركب الجرارين دول، هركب كل واحد من جنب. خيط كده المسافة اللي انا شايفاها مناسبة ليا عشان اقفل الجوانب، يبقى عملي اكتر وهو مقفول كده احسن ما هو مفتوح كده كله. وده شكله.
موضوع الجيب ده براحتكم، عايزين تضيفوه ضيفوه، مش عايزين تضيفوه براحتكم. بصوا كده انا بحثت عن طريقه عمل هي سهله خالص، ممكن ابقى انفذها لكم فيديو عن طريقه عمل الكوره الخماسيه، عملتها من على التيك توك، فيديو سهل خالص. ممكن برضو ان شاء الله اي وقت ابقى انفذها لكم. عملتها بخرز سي سي بي مقاس 8، عملت كورتين تمام. وعندي شريط ستان، ما كانش عندي شريط اللي هو رفيع، فكان عندي شريط عريض قصيته كده بالنص، وبدأت ان انا ايه ألسع الطرف كده. يعني لو عندك شريط رفيع يستحسن يعني، كان عندي الشريط العريض وقصيته كده. وبعدين هعمل ايه، هجيب طرف الطرف كده وهدخله في هدخله هنا جوه كده واسحبه، عشان عايزه اركبه في الجرار. بصوا هسحبه كده من اي فتحه. هي دي الكوره بالغرزه الخماسيه، ممكن تعملوها برباعيه، ابحثوا بس هتلاقوها. هعمل عقده كمان، عقده بالشكل ده، هجيبهم على بعض كده عشان ما تبقاش سهل ان هي ايه تطلع من الكوره يعني. وهدخلها، دخلتها جوه اهي ماشي. هقص الزياده بالولاعه هلسعها وهدخلها كده تمام. بقت كده. هعمل الاتنين بنفس الشكل، وهجيب الجرار عندي وهدخل الطرف بتاع الستان ده. زي ما قلت لكم لو ستان رفيع تمام، انا هنا قصه الستان وعلى الحرف كده، ورحت ايه عامله الحرف بالولاعه كده عشان ما ينسترش كده ماشي. وهشوف المستوى اللي انا عايزاه لطول الكرة دي وهسيبه، وهرجع تاني ادخل برضو الستانة تاني هنا في الكرة، وهسحبها كده. هشوف انا محتاجة الطرف ده طوله قد ايه، وارجع برضو تاني اعمل عقدة على الطرف بتاع الستان، عقدة تكون يعني ايه ما تعديش من الكورة، او عقدتين كده فوق بعض او 3 يعني. المهم ان العقدة لما ادخلها جوه الكرة ما تفوتش منها تمام. كده وهدخل الكرة دي جوه اهي تمام كده. التانية زيها برضه. شايفين هتبقى ان انا افتح منها وفي نفس الوقت شكلها حلو. عايزه اجيبها كده على جنب اهي. عايزه اقصر برضو عايزه اقصر الستان ده شويه كمان، اجيبه على الاخر كده، ممكن برضو هيبقى شكله برضو احلى. الكورتين دول تمام هحطهم بالارتفاع اللي انا محتاجاه او اللي انا حباه. والسوسته برضو لو عايزين تبقى سوسته واحده. بصوا هنا على الطرف ضفت كمان حبات لولي كده عشان يبقى الكلاتش كله عليه حبات لولي. حاولت ان انا اخيط تحت طرف السوسته من جوه الحبات دي، وحطيته كده عشوائي زي ما انتم شايفين، وده شكله النهائي. اضافه الكوره بتاعتي اللولي مخليه شكله حلو
وكمان هيخليني افتح واقفل السوستة بطريقة سهلة وسلسة. عايزة اجيب السوستة على جنب واحد مفيش مشكلة، عايزة احطهم في النص براحتي. وده شكله، اتمنى يكون عجبكم.